ايه حكم تعليق الصور الشخصية في المنزل او تعليق صور المتوفى في المنزل؟ ايه يا جماعة حكم تعليق الصور الشخصية زي مثلا صورتك او صورة جوازك انت وزوجتك او مثلا صورة ميت ابويا امي؟ ينفع ان انا اعلقهم واحطهم في المنزل بتاعي او في اوضتي؟ هل يجوز الكلام ده؟ لا يجوز يا جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. محدش بقى يقول لي يا شيخ لا المقصود هنا بالصورة التماثيل. لا يا جماعة، المقصود بالصور الصور والتماثيل. في حديث تاني برضو مذكور فيه التماثيل والصور. يبقى احنا يا جماعة دلوقتي ما ينفعش ان انا احط صورة شخصية وعلقها في المنزل على الحائط، او صورة المتوفى ابويا امي، صورتي، صورة جوازي. كل ده يا جماعة ما بيدخلش الملائكة البيت، فلا يجوز. وكمان انا قلت ان في رقاة شرعيين قالوا ان الصور دي بيدخلها الجن. البيت تلاقيه معفرط كله عمال يمسك في بعضه وخناقات بسبب ان الجن بتدخل في الصور دي. لان يا جماعة البيت لو ما فيهوش ملائكة ايه اللي هيحصل؟ الشياطين هتبقى موجودة في البيت، هيبقى ما فيش سكينة في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة، شوفش صورة يعني فيها روح، الا طمست هذه الصوره. طب انا ينفع اعلق ايه على الحائط؟ ممكن اعلق صوره شجره، نهر، اي حاجه يا جماعه ما فيهاش روح. تجنبوا يا جماعه الحاجات دي بارك الله فيكم، لان في مشاكل كتيره في البيوت وفي مصايب في البيوت ممكن تكون بسبب صوره انت معلقها، ممكن يكون بسبب تمثال انت حاطه والشياطين جواه ومفيش كمان ملائكه بتدخل البيت فتتدمر. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.